السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأفاضل أينما كنتم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الاسكتلندي. إذا كما تابعنا أو كما نعلم، فالمنتخب الاسكتلندي يملك حتى الآن 3 نقاط وتريد فقط نتيجة التعادل أمام المنتخب الوطني، في حين الأسود عندهم نقطة واحدة ويحتاجون إلى الفوز في هذه المباراة ولا بديل عن الفوز. إذا في هذا الفيديو غنهضروا على كيفاش غادي نفكوا الشفرة ديال المنتخب الاسكتلندي، واش وهبي وجد الخطة المناسبة لذلك، وغادي نحللوا أيضا نقاط قوة وضعف المنتخب الاسكتلندي والخطة اللي ممكن توصلنا للدور الثاني عبر تحقيق الفوز في هذه المباراة. إذا كما قلنا، الجولة الثانية ديال مونديال 2026 غدا إن شاء الله مباراة مهمة للمنتخب المغربي أمام اسكتلندا. اسكتلندا قلنا تملك 3 نقاط بعد الفوز على هايتي بهدف نظيف، والمنتخب الوطني يملك نقطة واحدة بعد التعادل الإيجابي هدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي. كما قلنا التعادل قد يرضي منتخب اسكتلندا، وقد يجعله يخطو خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل. وهنا غنطرحوا بعض الأسئلة: كيفاش كتلعب اسكتلندا، وفين هي نقط القوة ونقط الضعف ديالها، وكيفاش يمكننا ننتصروا عليها. إذا غنمشيو خطوة بخطوة. مدرب منتخب اسكتلندا ستيف كلارك كيلعب غالبا بخطة 5-3-2، اللي هي خطة كلاسيكية كيعتمد فيها على الدفاع المتكتل، 5 ديال المدافعين زائد 3 لاعبين كوسط دفاعي. بمعنى يمكننا نقولوا كيخلي 8 ديال اللاعبين ما بين الدفاع والوسط الدفاعي مور الكرة. هذا كيعني على أن المساحات ما كيخليوهاش وما كيخليوش الفراغات ما بين الخطوط، وهذا الشيء اللي لعبوا به قدام المنتخب ديال هايتي ونجحوا فيه وتمكنوا باش ينتصروا. كذلك فمنتخب اسكتلندا كيركز على الكرات العالية وعلى العرضيات، فما عندهمش اللعب أرضي بزاف. الخطة ديالهم كتعتمد على الدفاع والكرات الطولية للمهاجمين اللي طوال في الخط الأمامي، خصوصا تشي آدامز وليندون دايكس، بحيث كينتظروا الكرات الطولية، وكذلك كينتظروا العرضيات من الأظهرة، خاصة من الظهير أندي روبرتسون اللي هو القائد ديال فريق ليفربول الإنجليزي. أيضا فالكرات الثابتة كيعتبروها واحد السلاح قاتل، و40% من الأهداف ديالهم كيجيو يا إما من الركنيات يا إما من ضربات الأخطاء، بحيث روبرتسون كيحط الكرة دائما للاعبين طوال اللي عندهم في الخط الأمامي. وهنا عيسى ديوب وشادي رياض خاصهم يكونوا مركزين 100% وليس أقل من ذلك، لأن أي تشتيت للتركيز ديالهم غادي يساوي الخطورة على مرمى ياسين بونو. أيضا فالمنتخب الاسكتلندي كيعتمد على المرتدات، بحيث ملي كيقطعوا الكرة دائما كيلعبوها طويلة من الدفاع مباشرة للمهاجمين، بحيث ما كيبنيوش اللعب من الخلف، وكيعتمدوا على السرعة وبدون فنيات، فقط كرات من الدفاع نحو الهجوم وكيشكلوا بها الخطورة. أيضا بالإضافة إلى الالتحامات والجانب البدني، فعندهم لعابة طوال وأقوياء، وما كيخليوش وسط الميدان ديالهم يعاني. عندهم ماكسوميناي وعندهم جيلمور، ففي وسط الميدان كيقطعوا الكرات
وكيكونوا أول المدافعين على المرمى ديال اسكتلندا. وهضرنا أيضًا على أندي روبرتسون اللي هو أحسن ظهير أيسر في العالم حاليًا، كيلعب مع ليفربول. من نجوم ديال الفريق ديال ليفربول. العرضيات ديالو قاتلة، واللياقة عنده ما كتسالاش أبدًا طيلة 90 دقيقة كيلعب بنفس الريتم وبنفس المجهود. عمومًا منتخب اسكتلندا كيعتمد على اللعب الجماعي وعلى الروح القتالية. ف غالبًا كنلقاوهم كيدافعوا في بعض الأحيان ب11 لاعب، وصعيب تربحهم إلا كنتِ مركّز وقدرتِ تفك الشفرة ديال الدفاع ديالهم. أما نقاط الضعف ديالهم وهذه اللي خاص يستغلها وهبي، فهي البناء ديالهم ديال اللاعب من الخلف فهو بطيء وضعيف. فملي كياخدوا الكرة ما كيعرفوش شنو يديروا بها، غالبًا كيرميو بها للهجوم أولا كيلعبوها كرة طويلة، وبحيث الضغط العالي عليهم كيخليهم باش يغلطوا ويرتكبوا الأخطاء، وهنا ممكن نضربوهم. إذًا بالضغط العالي ونحاولوا نلعبوا في منتصف أولا في الثلث الأخير من الملعب ديالهم، ونضغطوا أكتر فأكتر، فأكيد غادي يغلطوا وغادي نضربوهم وغنماركيو عليهم. وأيضًا المساحات وراء الأظهرة، ففي بعض الأحيان روبرتسون ملي كيطلع يساند الهجوم فبلاصتو كتبقى خاوية، وهنا حكيمي ممكن يضربو بالسرعة، وكذلك إبراهيم دياز. أيضًا المنتخب ديال اسكتلندا الفرص اللي كيخلق في الهجوم فهي ضعيفة، بحيث كيعانيو من قلة الحلول على مستوى الهجوم. واخا عندهم تشي آدامس كيسجّل، ولكن كيسجّل أهداف قليلة، وإلا سديتي عليه وحرصتيه مزيان فكأنك غادي تسد على منتخب اسكتلندا كامل. أيضًا منتخب اسكتلندا ماشي من المنتخبات اللي كتقدر تلعب الماتش كامل بالهدوء والالتزام والانضباط والابتعاد عن العصبية، بحيث إلا بقاو مثلًا متعادلين 0-0 ووصلت الدقيقة 60 مثلًا، فكيبداو يتعصبوا وكيبغيو المقابلة غير فوقاش تسالى، وهنا كيديروا أخطاء وكيرتكبوا بعض الأخطاء اللي كتكون في أماكن خطيرة، خصوصًا على مشارف مربع العمليات. وهنا نقطة اللي ممكن نستغلوها خصوصًا في الشوط الثاني. أكيد على أنهم غادي يرتكبوا أخطاء وخاصنا نستغلوها ما أمكن. واش وهبي قادر يربح هاد المنتخب ديال اسكتلندا وكيفاش؟ غادي نقولوا نعم قادر يربح وممكن 100% يربحهم، ولكن خاص خطة ذكية، ماشي فقط يكون عنده الرغبة والحماس فهما ما كافيينش. خاصنا بزاف ديال الأمور نردّوا لها البال ونكونوا آآ على حذر منها. أول حاجة خصنا نصبروا مزيان ونلعبوا على الأطراف، ما نبقاوش نحتكروا الكرة فقط في وسط الميدان ونحاولوا ندخلوا فقط من الوسط، بل الحل ممكن يكون عند الظهيرين أشرف حكيمي ونصير مزراوي، اللي خاصهم يطلعوا ويلعبوا العرضيات بزاف، وخصوصًا العرضيات الأرضية اللي كتغلب الدفاع ديالهم اللي طوال وما كيعرفوش يتعاملوا مع الكرات الأرضية. أيضًا التكتل الدفاعي ديالهم غيعطي لنا فرصة للتسديد من خارج المعترك. فملي كيكون البلوك ديالهم متكتل فالحل كيف ما قلنا هو التسديد، وهنا كيجي الدور ديال سمير المرابط اللي ممكن يعتمد عليه محمد وهبي بدل عز الدين أناحي. والمرابط عنده واحد الرجل قوية ممكن تصنع الفرق. كذلك الصباري هو الآخر، فكيمتلك واحد التسديدات واحد الرجل قوية اللي ممكن تحقق الفريق، بالإضافة إلى نائل العناوي. إذًا خصنا نعتمدوا على اللعابة اللي تكون عندهم القدرة على التسديد المؤطر والمركز
من خارج المنطقة. أيضًا فوهبي خاصو يوجه اللاعبين باش يعتمدوا على سرعة التمرير، بحيث بوعدي والخنوس فخاص تكون عندهم لمسة واحدة ويلعبوا الكرة دائمًا للأمام، بحيث تحريك الكرة بشكل سريع كيخلي البلوك الدفاعي ديالهم يتلف ويرتكب أخطاء، خصوصًا كيف ما قلنا أن البطء ديالهم في الدفاع فكيأثّر عليهم بشكل سلبي وبشكل كبير. أيضًا السلاح ديال الضغط العالي ما نخليهمش يرتاحوا، نضغطوا عليهم طيلة الدقائق، خصوصًا في بداية المباراة، فأكيد غادي يغلطوا والخروج بالكرة عندهم غيكون فقط مجرد تشتيت ورمي الكرة بعيدًا على المرمى ديالهم. هنا غادي نحرموهم من الكرة وغادي نسيطروا وممكن نسجّلوا. فيما يخص التغييرات اللي ممكن يديرها وهبي، ف ممكن يعتمد على المرابط أساسي بدل أناحي، وإن كان وهبي سيميل إلى الحفاظ على نفس التركيبة البشرية على 11 لاعب اللي بدا بهم المباراة قدام البرازيل، ف غالبًا غادي يبدا بهم أمام اسكتلندا نفس اللاعبين كيف ما شفنا بونو، عيسى ديوب، شادي رياض، حكيمي، مزراوي، أناحي والعيناوي وبوعدي، وأيضًا الخنوس والصباري وإبراهيم دياز. هاد 11 لاعب غالبًا غادي يبدا هُما اللي غيبدا بهم المباراة، وإن كان ممكن يبدا بالمرابط كأساسي. علاش؟ حيت عنده القوة البدنية وعنده الطول في وسط الميدان للكرات العالية، وعنده واحد الرجل قوية وعنده تسديد وعنده كتير ديال المقومات اللي تخلّيه يلعب كأساسي. أيضًا من التغييرات الصِّبَاري أيضًا جناح أيسر يدخل للعمق، ماشي يبقى فقط لاصق على الخط، بل يدخل ويسدد ويحاول يتلقى كرات بحال اللي تلقى قدام المنتخب البرازيلي وسجّل منها. في الدكة ديال الاحتياط أيضًا عندنا أسلحة. إلا بقينا 0-0 حتى الدقيقة 65 راه ممكن يدخّل أناحي إلا ما كانش لاعب رسمي، ويدخّل الطالبي ورحيمي. وإلا ما كينا فممكن يستعن بسفيان أمرابط ويقفل الماتش، وهنا غادي نضمنوا النقاط ديال المباراة. المقابلة أكيد غتكون عندها مجموعة من السيناريوهات. مثلًا بالنسبة ليا غادي نقول لكم على أن الشوط الأول غادي يكون صعيب وصعيب بزاف، غادي تكون غالبًا غتكون فيه واحد 0 لمثله، وإن كنت أتمنى تقدم المنتخب الوطني. الشوط الثاني إلا صبرنا وسجلنا بكري فاسكتلندا غادي تخرج من الماتش، وحنا غادي نضربوهم بالمرتدات وممكن نسجلوا عليهم أكتر من هدف في الشوط الثاني. الرسالة اللي غادي نقولوا في الختام ديال هاد الفيديو: منتخب اسكتلندا منتخب محترم، ولكن المغرب ديال 2026 ماشي هو المغرب ديال 2018. عندنا لعابة كبار في المستوى تبارك الله، وعندنا مدرب أكيد غادي يكون قاري الماتش مزيان وقادر باش يصنع الفارق ويحقق الانتصار. دابا غنسولكم نتوما متابعينا الكرام، شنو الخطة اللي باغيين تشوفوه وهبي يلعب بها باش يربح هاد المقابلة، وشنو التوقعات ديالكم للنتيجة؟ ممكن تكتبوا لينا التوقعات ديالكم والآراء ديالكم في التعاليق إلا بغيتوا، وشكرًا لكم على حسن المتابعة.